ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. نورتنا. ربنا يخليك. نورت 40 بلس. والله مش عارف اقول لك ايه والله. ولو اني لسه ما كملتش 40 بس انا موافق يعني بص اكمل معاك يعني الموضوع يعني. انت ليك معانا دلوقتي جوه البرنامج. هيعجبك الفورتي، اوكي. هتحب الفترة دي، امم فاحتمال كبير تيجي معانا. ماشي. هتيجي معانا في الفورتي، اوكي. هنتبسط دلوقتي وهنشوف الفورتي ده اوكي. اخبارها ايه يعني. اوكي. قول لي، انت اتولدت في اسيوط؟ لا خالص. امال ايه المعلومة انا دي؟ عارف. انا كنت هقول لك ان انت كلام كتير قوي يقول لك اتعلم في البيت. مين اللي اه يتعلم في البيت يا استاذ؟ انا كنت، ما اتعلمتش في ده سؤال البيت. عندي كنت هسأله لك. بتتعلم منازل، فانا هوم قلت educated. I'm not home educated studying خالص. from home. امال ايه ده؟ اتولدت فين؟ انا اتولدت في القاهره يا فندم. يعني انت قاهري مش صعيدي خالص؟ ايوه انا قاهري اه، ووالدتي قاهريه انت وبابايا ضربت لي 3 قاهري. 4 اسئله من البتاع. لا انا كنت اسيوط فاكره انك في اسيوط، دمي برضو يعني بس ما اتولدتش هناك. ما اتولدتش هناك بس كنت اه، بروح لغايه مثلا ما كنت لغايه 9 سنين. ايه لغايه ما كان عندي العلاقه؟ 9 سنين ليه كنت بتروح اسيوط؟ كنت بروح علشان كان في بيت عيله هناك وكانوا بيحرصوا ان كل الشباب الصغنن وهو لسه صغير يروح يشوف الناس اللي هناك ويلعب مع في الريف حلو. والحاجات دي يعني انت فيك عرق صعيدي. ايوه طبعا في عرق صعيدي. بس انا عايزه اقول لك مفاجاه، انا اتولدت في اسيوط وعشت امم في اسيوط لغايه الجامعه. لا يا شيخ. والله العظيم. برافو عليكي والله. اسيوط. بس انا فبعدين لسه عاملين حفله قريب في اسيوط في دي بقت حاجه الجامعه. تانية خالص. اه. في الجامعه بس يعني انا بحب الصعيد وبحب لغه الصعيد. مم. بحب وقفه الشهامه بتاعت الصعايده طبعا. يعني بحب الحاجات دي قوي. في شخصيتك، في طباعك، في سلوكك. ان انا ما بحبش الحيل المايل ولا الدلع المرق. اه يعني الاحترام واجب طبعا. جدا جدا. احترام مم. الكبير ويعني والاتيتيود مم. طريقة المعاملة مع الناس الكبار وانك تقف وتتكلم ويعني تتكلم بشكل مؤدب وما ما تتمهزقش او ما تتريقش على اي حد كبير او مم. كده يعني. دي حاجات كده وتحترم الستات وتحترم البنات وتحترم يعني اللي انت ما تعرفهمش يعني. حاجات كده اعتقد انها ما بقتش موجودة في المدن. اه بس هي لسه موجودة في الصعيد في الحقيقة. موجودة. يعني كل الطباعة دي وكل السلوكيات دي لسه موجودة، امم فكرة العيلة لسه موجودة، اه فكرة ان الناس بتعمل حساب بعض طبعا لسه موجودة. امم في الحقيقة ده لسه موجود في الصعيد. ده امم حقيقي. يعني فكرة انك اتعلمت في البيت دي حاجة مش حقيقية. خالص. لا هقول لك حاجة. هو في فكرة ان انا وانا في اولى ثانوي مم. سبت المدرسة. ده حقيقة، انت سبت المدرسة وانت اه في اولى ثانوي؟ سبت المدرسة مم. آه ودخلت عملت. كان في حاجه جديده طالعه اسمها GCE. اوكي. البريتش كونسل. اه. القنصليه البريطانيه حاملين حاجه اسمها شهاده اسمها مم. الGCE والجنرال سيرتيفيكت اوف اديوكيشن. ودي ممكن 2 تيرمز تاخدهم مم. وتختصر 2 تيرمز. تاخد من 5 ل 8 سبجكتس مهم. وتعمل معادله وتخش اي جامعه. هايل. فبتختصر سنة تقريبا بدل 3 بتختصر سنين الهاي سكول. سنه تقريبا بتاخد 2 سنة. تيرمز. اها. انا عملت الGCE دي في 3 سنين. ما شاء الله. يعني ما شاء الله. قعدت الاول ترم واحد. مم. ما انا سبت المدرسه فما ما خلاص. فيش مدرسه بتتراح. اه. فبروح الدروس. بروح اه. درس الانجليش ودرس الماث وفيزيكس اه. وكيمستري هي دي ويعني اللخبطة اللي حصلت، فكرة انك كنت اه بتتعلم من البيت. اه لا فرحت اوكي. بقى فرحت يعني ايه يعني مش واخد انا على الجو بتاع اللي هو اللي هو مدرسين بس. امم. مفيش مدرسة مفيش التزام مفيش كده. اها. فطبعا انا ابدعت. لعبت بقى. طبعا. عملت فرقة اول بقى ساعتها كانت فرقة كنت صغير بقى يعني. عملت فرقة كان عندي 15 سنة مثلا ولا حاجة ولا 14 سنة. عملنا فرقة اسمها الباتس. اوكي. وابتدينا نغني الاغاني اللي احنا بنحبها والكده وبتاع. ده قبل الجامعة؟ لسه امم. وكنا صغيرين بس كنا عملنا حفلات يعني وكانت لذيذة وبتاع. وبعدين ماما خافت عليا مهم. فراحت بعتاني بقى لبابا في في نيجيريا. نيجيريا. امم.
في نيجيريا بقى رحت مدرسة تاني. لا خافت عليك ولا انت غلبتها؟ الحقيقه بقى. انا غلبتها. غلبتها اه كنت بروح اركب حصينة الله. في الهرم اه. يعني واروح اعمل بروفات مع الفرقة واروح يعني اه. التعليم بالنسبة لي ما كانش هو يعني priority. ساعتها يعني ممكن الواحد يتعلم مفيش مشكلة، بس الفرقة المزيكا الله اه. حاجات فهي كده. حست انك هتتاخد، فابعتوا فلحقتني لبابا بقت لها بقى. هبعته لباباك بقى، فجأة لقيتها تذكرة يلا يا استاذ روح. مم. بابا مستنيني هناك مدرسة، ورجعت طبعا جو المدرسة تاني، بس كله مم. نيجيريين بقى. اه احكي لي بقى عن التجربه اللطيفه دي اهو. التيكت هايلة. في ايدك، التيكت في ايدك، يلا حبيبي روح لبابا. كنت زعلان جدا من ماما، يعني اه. كنت زعلان قوي انها اه. عملت كده فيا يعني، بس يعني هو ده اللي حصل، يعني الواحد لازم يعني. فرحت لبابا قلت اكيد هتبقى لذيذه بقى ونيجيريا وهلعب اه. وبتاع وجنينه مم. وعجله وبتاع وهلف البلد ومش عارف اه. ايه. حصل لقيت. كل ده. اه بس ايه بقى، لقيت بس ايه؟ ذاكرت، وبرضه كان في مدرسين وكان في بقى طلبه، وكان في كان في مدرس مصري بيدرس رياضه مهم. ماثماتكس. والمدرس ده هو اللي كان دايما يقول لي هشام لازم تبقى شاطر، علشان مفيش غير مصري واحد في المدرسة هو انت. هو لازم تبقى سمعتنا. شاطر علشان سمعتنا. ما تبقاش خايب، ما اه. تبقاش فكنت بذاكر عشان خاطره. وكان في مدرسين هنود كتير، كان في حلو ده مم، يعني ما كانش في الفصل غير واحد هندي وواحد سريلانكي، وانا مم. وحتى الهندي والسريلانكي كانوا برضو غامقين، فاهمة؟ اه فانا الوحيد اللي كنت بتنور انت الوحيد. باتوري. انا اللي كنت يعني كنت ابيضاني شوية. مم. ف... فكانوا كلهم بقى ايه اللي هو ايه، فكنت مميز. بتكلم عربي، طبعا. لغة القرآن. طبعا. فانا كنت يعني زي النبي كده بالنسبة لهم، عارف اللي هو اه. اه. انت بتعرف القرآن، ايوه. انت ابيض وبتعرف انت مش اه. حافظه؟ ازاي مش حافظه يا حافظ. جماعة؟ بقراه والله، بقرا قرآن بس هحفظ حاضر. فعلا في نيجيريا ابتديت احفظ قرآن كمان. حلو. مم. قعدت كام سنة في نيجيريا؟ سنتين، سنة مم. ونص، سنة مم. ونص يعني. ايه احلى حاجة حصلت لك في السنتين دول؟ ان انا اتعرفت على شباب كتير قوي مختلف خالص خالص عننا. مهم. والشباب ده يعني ليه طريقة في التفكير مختلفة وكنت عمري انا طول حياتي في مدرسة مشتركة. مهم. رحت هناك مدرسة مش مشتركة، مدرسة ولاد ولاد. بس. ففي الحفلات كانوا مثلا اتوبيسات مدرسة البنات مم. بتجيب كل البنات اللي في المدرسة يجوا عندنا في مدرستنا عشان في حفلات بقى وبتاع. فمختلفين جدا خالص عننا في طريقة المعاملة مع بعض والحاجات دي. انه الواحد يتعلم من مدرس هندي او مدرس سريلانكي او مدرس نيجيري او سوداني او كان في مدرس برضو ألماني كان بيدرس فيزيكس. فكان في بابا كان بيشتغل هناك اوبريشن في المشروعات، هو كان مهندس اوكي. مدني. مهم. فبحكم شغلته هو كان تشيف، مم. فكانوا بيحبوه جدا وهو التشيف، فكانوا بيجوا ويزكوه ويحبوه انت كنت وكده. عايش انت وهو لوحدكوا في البيت؟ اه مم. ف... فانا كنت فرحت عشت هناك في جنينه وفيلا حلو قوي. وبروح المدرسه بالعجله يعني عيشه كانت كانت لذيذه. فترة تجنيد حلوة يعني فتره لذيذه جدا. اه. رجعت بعدها القاهرة. رجعت بعدها القاهره بقى، بس كنت اخر كام شهر في نيجيريا مم. كنت بدات بقى احفظ قران كتير. مم. فبدات ان انا كان في انكل سيف هناك في مهم. نيجيريا، كان هو كان متدين مهم. وكان لذيذ، وكان بيقعد يقول لي تعمل كده وما تعملش كده وما تعملش كده، والمفروض يبقى اخلاقك تبقى ازاي، وانت المفروض تبقى انسان عامل ازاي وكده يعني. ف... فرجعت شويه اللي هو ملتزم، مم. اروح اصلي في الجامع. حلو قوي. ادن مثلا، ممكن مم. ادن. من السن ده بحب بدأت صوتي حلو ولذيذ، ممكن ادن، فكنت بدن في يعني انت الجامع. فاكر اول مرة يعني اول مرة أذنت فيها طبعا كانت فين؟ كانت في رمضان، وكان صلاة الفجر مهم. و...
والراجل اللي بيأذن في الجامع اتأخر وما جاش. مهم. فالراجل قال لي اطلع قول كده بسرعة اي حاجة. هو ما يعرفش اي حاجة. معرفش اصلا ان انت صوتك هو حلو. الراجل الحارس بتاع الجامعة. القائم على الجامع يعني اها. كان مستني الشيخ اللي هو بيجي ما جاش. فقال لي تعرف تدن؟ قلت له اه. قال لي طب اطلع ادن بسرعة لحسن الفجر ادن مم. رحت فطلعت ادنت بقى. فانبسط. طبعا. اه فكل يوم بقى تيجي. انت ما كنتش خايف وانت بتعمل كده؟ بترعش. اه. كنت بترعش وعشان عارف انه بيتنا جنب الجامع مم. وهيسمعوني اكيد يعرفوا ان انا ايه ده هشام مم. بيعمل ايه وكده وبتاع. فكانت حاجة بس جديدة. دي طفولة غنية قوي. اه ففيها احداث فيها فيها احداث. حاجات فيها ناس كتير قوي وبتاع وكلهم يعني فاكرهم يعني عملت عارفة. صحاب وقتها؟ عملت صحاب طبعا. كان امم. في واحد اسمه شعيب وعباس بالصدفة صاحبي في نيجيريا. بابا كان وزير اها. وهو دلوقتي وزير ما شاء الله في يعني نيجيريا. بيكلمني في نيجيريا اها. وكان في مبسولو كان في برايم وكان في زكريا. كان في ناس كتير قوي في نيجيريا يعني اصحاب شله. كان في شله لسه كبيره صحاب كان بيتلموا حواليا وكنا بنغني بوب مارلي سوا وكنا بنغني دونا سامر ونغني حاجات كده اغاني افريكان يعني ولذيذه و... وبنصلي سوا كمان اصدقاء الطفولة لسه على اتصال لغايه مع قريب بعض؟ قوي. لغايه امم. قريب قوي واصدقاء الطفوله دول يعني اللي هم مثلا كنت في مدرسه رمسيس. مدرسه رمسيس كانت لو ليفل انجلش اوكي. في شبرا. امم. وبعدين سافرنا نيجيريا اول مره لما بابا سافر وامل كان في سانت ماري سكول وكانت بتاخد انجلش هاي ليفل امم. وانا بتاخد كانت بتتكلم ليفل. انجلش كويس وانا ما كنتش بتكلم انجلش كويس. اه. فماما اتضايقت جدا لما لقيتني قاعد بلعب وماليش دعوه بيهم هي بتصاحب بقى ناس وبتتكلم معاهم اه. وانا بلعب لوحدي عشان انا مش بتكلم انجلش. فراحت جايبه مدرسه صاحبتها من ايرلندا في نيجيريا في الاجازه دي يعني مهم. كنا بنسافر لبابا الاجازه 3 شهور بتوع الصيف كنا بنقعد معاه. فقالت لها ممكن تدرسي لابني تعلميه ازاي يقرا حتى قصص ولذيذه وبتاع. فالست قعدت معايا بجد وصاحبتني جدا وقعدت وخلتني اقرا انجليش. راحت ماما مدخلاني كنت في سنه رابعه كنت خلصت سنه رابعه ابتدائي. امم. فماما راحت تقدم لي في مدرسه بقى انجليش. اه. فقالوا لها بقى مستوى سنه رابعه. فقالت لي خلاص هتخش تعيد سنه رابعه عادي. إيه اه. المشكله يا زي يا ماما انا سنه رابعه خلاص خلصتها. لا هتخش تعيد سنه رابعه. اه. وما قالتليش بقى انها كانت بتفكر ان انا في سنه في الصيف بتاع سنه رابعه ده اللي هو انا رحتها تاني دي. امم. خلتني اذاكر سنه 5 كلها وامتحنها مع بتوع الملاحق ونطيت اوه. بقيت سنه 6 السنه اللي بعديها. اوه. فكانت حرب برضه. اه. اه. لا ماما صناعة قرار ايوه يعني دايما. ماما ماما كانت بتذاكر. ماما كان اتجوزت عندها 17 سنه مم. وخلفتني عندها مثلا 19 سنه وكانت صغنونه يعني. انت اول ولد؟ ما كان اختي اكبر مني انتوا خلفتها ولد وهي وبنت؟ عندها اه. بس دايما الولد بالنسبة لأمه عارف بتتعامل معاه لأنه مشروع حياتها يعني لا علاقة وامل. الأم بالولد بس بتبقى. لا هم علاقتها بامل كمان كانت اقوى مني بكتير يعني مم. عشان هي بنت اه فشوية اه ممكن يبقى بس بينهم ماما تفاصيل برضو كتيرة. يعني فضلت بقى كانت ذاكرت بعد ما خلفتني ذاكرت مم. ثانوية عامة تاني ودخلت الجامعة وعملت ماجستير وعملت مم. في قصص كتير قوي اشتغلت وبتاع وبقت مدير عام يعني كنت بروح لها الشغل وكده حاجات كده يعني. اه. ست قوية. اه انت دلوقتي بتحكي لي عن خناقات بينك وبينها. يعني هي كانت دايما بتحاول تصحح مسار فطول الوقت هشام ما بيذاكرش ذاكر، هشام يا روح لبكره. تذاكر يا اه. تنام. كل يوم ارجع الاقي تيتا قاعده تقول لي يا تذاكر يا تنام. ماما بتقول لك يا يا تذاكر يا تذاكر يا تنام. تنام. طب قول لي اخبار الشبشب ايه؟ كان لا ما فيش شبشب. مفيش شبشب؟ في شماعه في شماعة. اه. عشان او ولد؟ عصايه او اي حاجه عشان يعني. ولد ولا انتوا يعني كانت بتضربني لو ضربتني كانت تقعد تعيط اساسا يعني وانا اقعد احيلها ما تزعليش اذاكر خلاص اذاكر. اما ما بحبش اذاكر. اه. كنت كويس وذكي وكل حاجه بس ما بحبش اذاكر بحب العب.
اه واسمع اغاني واحفظ اغاني اه. يعني. قولي كانت علاقتكم ببعض عاملة ازاي؟ بماما مم. هايله. يعني امتى تجاوزت فكرة الأم والابن والخناقات على المذاكرة والأكل والحاجات دي، ورحتوا بقى للفقرة بتاعت الصداقة؟ لما كبرت ووقت بقى بعد ما رجعت من نيجيريا مم. وبدات وشافتني ان انا ملتزم اه انت جدا رجعت نسخة عظيمة. اه اه. ف فكنت كنت كويس وبصلي وكده. دخلت الجامعه الامريكيه بقى اول مم. شهر وخلاص وانتهى الموضوع. اه. خلاص. طيب الجامعة الأمريكية، امم انت درست هندسة ميكانيكا، اه فحد يبقى دارس هندسة ميكانيكا في الجامعة الأمريكية امم ويسيبها ويروح يغني؟ يعني شفتي. ايه القرار ده؟ انا كنت عايز اخش هندسه عشان انا كنت وعدت بابا ان انا هبقى مهندس زيه، اوكي. فاهمه؟ مم. وكنت عايز اخش كنت عايز ادخل كليه فنون جميله مم. اللي في الزمالك، مم. علشان انا كنت عايز ابقى معماري او كونستراكشن او في فن، في حاجه اه. كده. بحب ارسم، بحب اتخيل، احب حاجات كده. وبعدين دي حاجه فيها فن يعني، فانا مم. ممكن. بس انا فوتت الامتحان بتاع القدرات بتاع بتاع الكلية. بتاع الكليه، ولازم مم. السنه سنه. فقلت لا، اه مش اه هروح اقدم. فرحت قدمت، كنت واخد جي سي اي بقى اه. فيعني. فرحت قدمت جات لي هندسه. ميكانيكا، هندسة لا، جات ميكانيكا. لي هندسة عادي لسه اه. جات لي هندسة عادي، بس كانت هندسة شبرا مهم. أو هندسة اسكندرية. اه. فأنا قلت هروح اسكندرية. مم. رحت رايح هندسة اسكندرية. هايل. هايل. قعدت بقى أول إعدادي هندسة اسكندرية دي، قعدت وكنت بقى سعيد بقى بالمدرج، مدرج طبعا. كبير وفي بقى حاجة بتاع مثلا 200 محمد، اه وانا طبعا. محمد طبعا محمد. فاما اي حد يخش يقول محمد إيه يعني، فاهم؟ محمد. فهم 4 بنات، مها ومنال ومهجة ويعني 4 بنات في الدفعة كلها؟ اه اه ده كان في معركة اربع دامية بقى. بنات اه ايوه، كان في معركة يعني دامية يعني في طبعا الخنط. كانوا متدلعين موت طبعا. ويعني طبعا طبعا. اه يعني هم ال6 شهور اللي انا قعدتهم في اسكندريه دول عمري ما هنساهم طبعا، لان انا يعني مم. عملت اصحاب كتير جدا، ولغايه دلوقتي اصحابي وكده بحبهم جدا. اسكندريه في الشتاء تحفه. طبعا. كنت بتمشى كل يوم من الجامعه والمبنى بتاع الجامعه كان مم. هيبه وجميل ولذيذ وكده وبتاع. بس الدراسه كانت بالعربي او في اعدادي، اه وانا جاي من بقى اكس واي اه. هما كانوا مبسوطين ان انت بتتكلم عربي. مم. اه مم. لكن انا دارس كله بالانجليزي. وهم وفي الجامعه اعدادي بيدرسوا بالعربي. مم. فانا رحت قلت قابلت الدكاتره، قالوا لي لا انت هات الكتب دي بالانجليزي، وحاول بقى ان تخلي الاكس واي دي تبقى سين وصاد، الله. تبقى قطا وجتا وحاجات كده اه. بالساين والكوساين والحاجات دي. مم. فبعت لبابا جواب، قلت له انا مش هقدر اكمل كده، مش هينفع. مم. انا هقدم في الجامعه الامريكيه. انا لو قعدت في الجامعه المصريه هاخد كورسات في كل المواد مم. عشان احول. وكورسات في كل المواد دي يعني معناها هدفع مصاريف اكتر من اللي هدفعها في الجامعه الامريكيه. مم. فانا هخش الجامعه الامريكيه واخش عندهم هندسه. هناك في هندسه، فدخلت لقيتش غير في هندسه، ما كانش في غير هندسه ميكانيكا. وقتها. امم مم. فدخلت هندسه ميكانيكا وكملت. وكملت مم. بالعافيه. عشان بابا. بالعافيه. مم. انا كانوا ميولي كلها مم. فن ولعب ويعني بحب جدا جدا الحفلات والرحلات وال والمناسبات يعني بقيت مشترك في نادي الميوزك كلاب، ومشترك في الفولكلور وفي الكورال مم. وفي جماعة الشعر العربي مم. يعني كل الحاجات اللي هي ملهاش اي دعوه بالهندسه. اه. بس ما بدأتش فرقتك وما بدأتش تغني غير بعد ما خلصت الجامعة؟ لا، انا كنت بغني، عندي فرقه في الجامعه اسمها هارمونيكس. اوه. كان فيها طبعا كنا بنغني بقى، كنا كان فيها بنغني. مين؟ كان فيها يوسف ناصف بيلعب كيبورد رائع هايل، مهم. هو دلوقتي سفير. مهم.
وكان في كوزو محمد كاظم، ده كان بيلعب جيتار وهو برضه سفير في اسبانيا. اها. كان في محمد رياض بيلعب بيس ودرامز. مهم. وبعدين كنا بنغني بقى اغاني البيتلز وكنا بنغني اغاني ستينج، بوليس، وكنا بنغني ستيفي وندر، كنا بنغني محمد منير، كنا مم. بنغني الاغاني اللي فرانكو اراب اللي موجوده بقى، ليندا ليندا ودلوني على عيون السود والحاجات دي. وبعدين دخلت الكورال. مهم. ابتديت اعرف بقى ان انا اللي انا بعمله ده كله تهريج، الغنى حاجه تاني خالص. جابوا لنا بقى دكتور اسمه محمد ياقوت، مهم. دكتور محمد ياقوت من كليه التربيه والموسيقيه. ودكتور محمد ياقوت هو اللي بنانا بقى من الاول خالص، وازاي نعرف نغني، وازاي الطقطوقه، وازاي الدور وازاي الاغنيه القديمه، وازاي العربه، وازاي البحه، وازاي المش... قعد فرصه يعني قعد الخمس سنين كلهم في الكورال. فاكر اول حفلة عملتها؟ انا كنت بغني في الجامعه على المسرح بتاع الجامعه. مهم. كنت بغني في اللاب بتاع الرسم. كنا مهم. بنرسم بالليل من 3 ل 6، وساعات بنكمل ل7 و8 عشان بنرسم لوح. مهم. فكانوا هم عارفين ان انا بغني، فبيبعتوا لي بقى ورقه كده يقولوا لي غني لنا الاغاني دي، اقعد وانت بترسم يعني. فكنت اقعد اه. اغني الاغاني دي وانا برسم وهم. فمره كان في حاجه اسمها زي مسابقه الجامعات للمواهب. اوكي. فاحنا هندسه ليهم وضع في الجامعه. مم. مهندسين بقى الشباب بتوع هندسه لانهم بيذاكروا مهندسين اللي هم وكده. يعني بيخشوا فاحنا بنعدي على اليورت هول كده بس من بره ما بندخلش يعني. مم. فمره دخلت عشان اشوف في ايه، لقيت ناس بتلعب بيانو وبيغنوا ومش عارف ايه وبتاع. آه. انبسطت جدا وقعدت بقى. وصاحبي معايا في هندسه برضو راح واقف جنبي ومش عارف ايه وبتاع، قال لي الله دول لذاذ قوي مش عارف ايه وبتاع. وفجاه لقيت حازم شايلني شايلني وبيزقني على السلم بتاع المسرح، وبيقول لمدام ازهار اللي هي المسؤوله خديه ده بيغني صوته حلو قوي قوي قوي. وراح قالت له يا ابني مش متسجل في البتاع. لا مش مهم يتسجل، ده احسن صوت في الجامعه، انت ما تعرفيش، خليه بس غني يقول اي حاجه، خليه يقول اي حاجه. اه. فقالت لي انت بتغني؟ قلت لها بغني بس انا مش عايز اغني. مش عايز اعمل كده يعني. حازم ايه حازم؟ فقالت لي في واحد قاعد على البيانو يعمل لك مزيكا، شوف عشان غني لنا حاجه عربي وحاجه انجليزي عشان بس نبقى عارفين انت هتخش من انهي سكه يعني. مم. فانا بعد ساعتها كنت طبعا بحفظ اغاني، انا كنت حفيظ درجه اولى يعني. مم. اغاني بس. اي اغنيه اسمعها احبها مم. تتحفظ على طول. فكنت ابتديت اسمع كان ساعتها ايام ايمان البحر درويش. اه طبعا. اول البوم بتاعه محسوب كنداس. اه الاغنيه محسوب ده كنداس صباح صباح ممتاز. محتاس. ايوه انا ما بعرفش كان نص الكلام بس كان اعرف في اللحن. كان في كميه اغاني حلوه في الالبوم ده. مم. وكان في بقى الاصدقاء، مهم. عمار طبعا الشريعي، وقتها حنان وعلاء طبعا ومنى. طبعا وكان في هاني شنوده، فرقه طبعا المصريين. طبعا. كان في علي الحجار، مم. وكان في هاني شاكر وعبد الحليم حافظ طبعا، اه وبقى يعني اه اه. حاجات كده. بس انا كنت في الخفيف يعني مم. الغربي، وبعدين ايه غربي، وبعدين الليله سمراء محمد منير اه. ايمان بحر درويش كان حاجه لذيذه. الاصدقاء كانوا جامدين الحدود بقى ومع الايام كان في اغنيه اسمها مع الايام بتاع. مم. فانا قلت له تعرف اغنيه مع الايام؟ قال لي لا. قلت له طب اديني نوت كده. فعرفت النوتة اللي انا هغني منها، فطلعت قلت مع الايام. اه. فلقيت القاعة كلها سكتت. عدد كبير، القاعة ابتديت كان فيها عدد اترعش. كبير. اه. ما هي قاعة كبيرة بقى، اه. يورت هول الكبيرة دي اللي في الجامعة الأمريكية. انت مش يعني عارف هم سكتوا وانا عاجبهم ولا هم أنا لسه سكتوا؟ بقول مع الأيام بنتعود
اه على التوهة وعلى الأحزان. فإيه لسه بقول لقيتهم سكتوا خالص. اه المهم انطلقت وقعدت أغني، اها وإيه بقى التسقيف اه رهيب. اه قالت لي يلا بقى الإنجليزي، أنت جامد باين عليك، وأنت مش عارف، أنت مش عارف إيه انت مش أنت عارف قيمة نفسك. هتغني إنجليزي. غنيت speak softly love اه and hold me warm against your heart، اللي هي بتاعت تاراريرا. اه فمدحت اللي لعب معايا شويه، اللي هو كان قاعد على البيانو ده، بقينا مم. صحاب بعد كده يعني، اللي هو اه صاحبنا لغايه دلوقتي بقينا صحاب. مم. بس هو كان ساعتها قاعد على البيانو يعني. مم. فغنيت البتاع دي، وبعد التسقيف بقى وبتاع، من ساعتها بقى هو ده اول يوم اتعرف فيه انه ده في واحد في بيغني حد في اسمه الجامعه اسمه هشام هشام. وصوته حلو. وصوته حلو اه وايه، ويعني بقى فيه كده حاجه يعني. مم. فبس بقى وبدأت الرحلة. فبدات رحله ان انا شخصيه عامه في مم. في في الجامعه. الجامعة اه. اه و... وانا ما كنت very low profile person، مم. وما كنتش يعني ما كنتش بحب الستار هود قوي، يعني اللي هو النجوميه والحاجات دي مم. مش بحبها. احب اقعد والعب واهزر وامسك الطبله واقعد اغني في الحفلات والرحلات والحاجات دي، فما كنتش انت كنت طفل شقي؟ جدا. اه. كنت طفل شقي. مين شقي. من ولادك شبهك في شقاوتك طبعا؟ انا عندي وعلي، مم. عندي علي وياسمينة وتمارا. ياسمينة الأولى، مهم. وعلي بعديها، مهم. وتمارا أصغر واحدة، يعني فرق بينهم وبين تمارا 12 و10 سنين. مم. ف ما فيش حد شقي زيي. تمارا هي الوحيدة اللي يعني ايه اللي عندها ميول. لا كلهم بيحبوا المزيكا، مهم. كلهم بيغنوا، كلهم صوتهم حلو. كلهم صوتهم حلو بيغنوا، مهم. بس هم مش عايزين الموضوع. يحترفوا الغنى. لا خالص، ولا مم. بيفكروا. يعني علي حتى الراب بالنسبة له أكتر بكتير من الغنى، بس مم. هو بيحب الغنى وعارف الأغاني بتاعتي كلها، ويعني أول بأول يعني. ياسمينة كانت بتغني في المدرسة، وعملت مسرحية سندريلا، وغنت، هي كانت البطلة بتاعت سندريلا، بس برضو ما كملتش. تمارا الوحيدة بقى اللي بتلعب جيتار وبيانو، تمارا دي الصغيرة. وبتغني مم. وبتغني، وعملت بتكتب اغاني حلو. وبتلحنها حلو. وبتاع، فهتدرس مزيكا ان شاء الله. حلو حلو قوي. مم. ولادك صحابك يعني عندك جدا المساحة دي من ال جدا. انا عامل صداقات مع اصحابي، مع اولادي واصحابهم. اوه. اه مم. صاحب اصحابهم اكتر يعني، جامد يعني. حلو ده. مم. يعني امتى بتبقى صاحب وامتى بتبقى اب؟ والله ما اعرف يعني، مم. ما بحاولش حد دلوقتي اللي انا يعني بس انا ببقى اب لما بيكون في وقت فيه محتاجين ان هو إن اقول نقط معينة فارقة في حياتهم. مم. يعني مثلا انا زهقانة، ايه مم. العيشة دي، لا اه تعالي ايه بقى. مفيش كلام من ده، ما ينفعش. ما ينفعش واحدة زيك تقول انا زهقانة، لانه في ناس ما عندهمش حاجة خالص، اه. وعايشين ومبسوطين وفرحانين you never say this خالص مم. خالص. يعني في حاجات معينة اللي هو في التربية في دي ساعات دي بحس ان انا فيها اب، مم. وبحس ان انا ساعتها ممكن اكون تقيل شوية، مم. فبحول على الشخصية التانية اللي هو احنا ان انا ابقى اصحاب الصاحب. واحنا. مم. بس الاتنين مع الوقت خلاص بقوا هما الاتنين شخصية واحدة، لان هما كبروا مم. بقوا صحابي. اه بس انا برضه لسه بابي. لازم يعني م-م. طول الوقت لازم تبقى بابي، اه لانه برضو في النهاية انت عندك خبرة في الحياة اكتر منهم بكتير. اكيد اكيد. تجربتك في لا الحياة. وبعدين هم ساعات بيبقوا بيخش سنة غرور كده، اللي هو طبعا. لا انت you don't know، انا I don't اه know. ايوه. تهزر ازاي ساعات بيبتدوا دايما الجملة you don't know I اه was مش عارف، انت مش فاهم، اه انا مش فاهم.
انا فاهم اكتر، انا فاهم كل حاجه يا ابني. ليه تفتكر هم مش حاسين ان احنا فاهمينهم؟ علشان احنا زمن قناه اولى وتانية، اه طبعا. والفيديو كان حدث اه والسي دي كان رعب طبعا. بالنسبه لنا. طبعا. دلوقتي هم بيدوسوا، بتسمع اي اغنيه من 60 اه سنه، اه اه بياخد المعلومه، بياخد البتاع يعني. مم. تمارا لما بترجع من المدرسة وما تكونش فاهمة حاجة، بتخش على جوجل تفهم كل حاجة وتعمل كل حاجة مم. وتحل كل الهوم ورك وتخلص الموضوع خلاص. بتحس انه ولادنا جيل محظوظ اكتر مننا، اكتر من جدا جيلنا، عشان جدا ما شاء الله، الجيل محظوظ بس الجيل غلبان بجد مم. بجد بجد. لأن هو في حاجات لذيذة مش قادر يعيشها زينا. زي الهدوء مم. والتأني الانبساط بالحاجة والانبساط مم. والتركيز في حاجة معينة مم. لمدة طويلة. مم. انزل اشتري الألبوم كده مم. واسمعه من الجلدة للجلدة، واحفظ الأغاني اللي فيه، والأغنية الأولى والتانية والأغنية اللي جاية دي حلوة، اه والوش التاني بقى فيه مش عارف ايه، والحاجات في لويالتي كده، في ولاء للمطرب. مم. يعني أي حاجة محمد فؤاد هيغنيها مم. أنا سامعها، أي حاجة اه عمرو دياب هيغنيها أنا سامعها، لا دي أي كانت حاجة للناس. علي حجار يغنيها أنا مش بجيب الألبوم عشان الأغاني، أنا لا بجيب الألبوم عشان ده مم. أنا بحبه. هيقول إيه وحشة، يعني إيه وحشة؟ مفيش حاجة، مفيش أغنية وحشة. اه أنا هفضل ورا الأغنية لغاية ما أفهم هي إيه آخرها، جاي وجاي منين وبتاع. حلوة حلوة. لا وكان حدث انه مطرب بينزل سي دي، ده حدث، فالناس واقفة بالعربية مستنياه. أيوة يعني أيوة النهارده ايوه وجنان بقى اهو. تقابلي. يعني انا لما كبرت شويه وابتديت اغني مم. وانا في الجامعه، اغني في الصيف مع الفرقه وكده، فكنا بنغني في النوادي الظباط والديار والحاجات دي. مم. فيقول لك ايه، تعالوا بس انتوا هتعملوا شويه مزيكا كده لغايه ما الفنان يجي، الفنان الكبير يجي. مين اللي جاي ده؟ اه محمد فؤاد. اه فطبعا احنا بنفتح الستيج ونقعد نغني لغايه ما محمد فؤاد يجي، مم. نقف ورا الستيج واتفرج على محمد فؤاد وهو بيغني بقى. اه يا نهار ابيض، ايه ده؟ يعني حاجه، هو محمد فؤاد مش اكبر مني بكتير، بس انا اللي مم. بدات متاخر. مم. فاهماني؟ مم. يعني انا بدات بعد ما اتخرجت من الجامعه مم. بسنتين. مم. ايه كمان كان موجود في جيلنا مش موجود في جيل ولادنا؟ ان احنا آه، يعني كنا حاجات كتير قوي. احنا كنا مرتبطين بالعيلة اكتر، طيب اه كنا طبعا. يعني اه كنا لا بنخاف كنا، من زعلهم، بنعمل حساب ان هم ممكن يضايقوا مننا. ايوه نقعد في آه، البيت، كنا بنقعد في كان البيت لازم يبقى في كتير. زيارات للعيلة لا انا زمني كنا بنقعد في البيت بس خلاص يعني اول ما عدينا، دخلنا مرحله قول تانية اعدادي. مم. خلاص بقى الدنيا اللي هو اتغيرت. ابتدينا مم. بس طبعا في حاجات كتير قوي مختلفه عن زمان. الخروجات، طبعا اللبس، حياتهم اسهل. الاتيتيود، طريقه التعامل بين الولاد والبنات. طبعا طبعا يعني طبعا. بقى الموضوع بقى عادي كده شوية. مم. آه، كان ما صعب كانش في يعني. كمية يعني الشرب والمخدرات والحاجات دي طبعا زمان بالشكل ده، يعني بالموضوع ده اللي هو الواحد طبعا. يحاول ان هو يتأقلم مع مم. فكرة انه في حشيش وفي حاجات، مم. مم. في حاجات تانية ان بتتعمل ولادك وفي رايحين حاجات. معزومين في حفلة او في من ايفنت فضلك او والنبي بتاع، ربنا يخليك خلي وارد ان بالك يبقى ما فيه تبقاش الكحول قاعد او في يبقى حتة يكون فيه فيها فيها لبش ومش عارف ايه وبتاع. اه. علشان انت لو رحت انا وعيلتي وكله هنبقى مم. تحتيك، يعني اه فاهم. اه فخلي بالك يعني كده. الاتاحة دي مشكلة. طبعا. بقت كل حاجة متاحة. ايوه مم. بس احنا ما كناش كده. يعني ما هو ده الجيل اتغير. اه ف الدنيا بقى كلها اتغيرت. الدنيا كلها اتغيرت. طب انت عندك اغنية انا بحبها جدا، ومتهيألي مفيش حد ممكن يكون عدى بالفورتي ما بيحبش الاغنية دي. اه زمان وانا صغير.
دي دي اغنيه حلوه حلاوه. عايز اقول لك ان زمان وانا صغير دي، اتعملت ازاي؟ اللي كتب زمان وانا صغير كتب مم. زمان وانا صغير. بس اه. اسمه احمد فوزي. ايوه. اسمه احمد فوزي. ايوه. اه. كتب زمان وانا صغير. بس دي الاغنيه اه. الوحيده اللي كتبها هي زمان وانا اه. صغير. اه. اه. وبهاء كان ساعتها بيشتغل معايا اه. في اغاني كتير جدا، وبنعمل اغاني راقصه واغاني جامده جدا. مم. بس هو كلمني قال لي في اغنيه جامده قوي يعني اسمها زمان طالعه وانا صغير. دلوقتي، تعالى لي بسرعه. مم. فرحت رايح بقى، بس سمعت الاغنيه، قلت له طبعا مم. حلو قوي، هايله يعني، اغنيه هايله يعني، تحفه. بس غنيت زمان وانا صغير. مم. و شكل جديد من الشهرة، ان مم. مثلا ايه هنيدي، الاقي هنيدي بيكلمني، مم. انا جبت نمرتك مم. عشان اقول لك الاغنية دي مأثرة فيا جدا، وعلاء ولي الدين الله مثلا. يرحمه حبيبي. امم ناس يعني ابتدت تكلمني مخصوص عشان الاغنية دي. طب زمان وانا صغير. اشكركم. مم. هي اغنية طبعا مؤثرة، مم. ومؤثرة مع الأجيال، ومؤثرة مع كل الناس. مم. ومؤخرا وانا بغنيها في حفلة عيطت. انت اه. في كايرو جاز. في كايرو جاز. احنا اه. كنا هناك على فكرة. ولا والله. احنا كنا هناك. اه. وانا بقول حلمت زمان ببيت، مم. تخيلت الفلسطينيين، مش عارف ليه، ايه اللي جاب الفلسطينيين، اه. ايه اللي اه. جاي، ايه اللي جم، إيه اللي تخيل حطهم قدامي، مم. والمشاهد اللي الواحد بيشوفها ساعات على مم. ف عناية بقى ابتدت ترغرغ، وابتدى صوتي مم. يعمل كده وانا بغني، ظهري مم. للناس وبتاع. ف هي دي واغنية امي الحبيبة، طبعا. لان امي الحبيبة برضو فيها كلام اللي هو ممكن واحد شهيد يغنيها لامه طبعا. وهو شهيد، طبعا. فما طبعا. يعني ممكن حاجات كده. ممكن واغنية شيل ايدك من على خدك. هما دول التلات اغاني، مم. اكتر تلات اغاني يعني بيأثروا فيا وانا بغنيهم. طب اكتر كوبليه بتحبه في زمان وانا صغير عشان هتغنوه لنا دلوقتي؟ ما هي زمان وانا صغير كلها على بعضها اصلها هي كئيبة. لا دي اغنية حزينة. حلوة قوي. حزينة دي يعني، اغنية حلوة قوي. اغنية قوية، وتحسسك انه فعلا آه، بس هي عكس شخصيتي. بجد. فاهمة يعني؟ اه. يعني انا شخصيتي انا بشوف دايما الركن الحلو اللي في مم. الحاجة، اللي مم. في الموضوع. الشخصيات يعني ممكن اتعامل مع حد شخصيته مش لذيذة خالص والناس بتحبوش، بس تلاقيه صاحبي. اه. فيقولوا لي ازاي، اقول لهم يا جماعة انا مش شايف، انا ما بشوفش الجزء اللي انتوا بتشوفوه ده، اه. وهو ما بيوريهونيش، مم. هو ما بيتعاملش معايا بتاع. فطالما انا بتعامل مع الجزء الحلو اللي فيه، مم. خلاص انا ما يهمنيش بقى هو عامل ازاي ولا او هي عامله ازاي او اي حاجه. مم. فتلاقيني ما بحبش لا الخناق ولا مم. الشتيمه، بكره الشتيمه كره يعني رهيب يعني، مم. ما بستحملش يعني ان نكون قاعدين في الاستوديو مثلا ويبتدوا يعني ما بين المهندس الصوت وما بين ما يهزروا بين بشتيمة يعني. الموزعين مم. والعازفين والحاجات دي، دايما بيحصل فيه جرايه روح مش عارف اه. ايه، اه. اه. حاجات كده. بقول لهم يا مم. جماعه الستات قاعدين، امهات كلها في البيت، دول ناس مم. طيبين مم. حلوين، مفيش حرام داعي. يعني. اه. تخيل قاعده ست ومالهاش دعوه، انت تجيب سيرتها ليه؟ مم. مم. فيعني ما بحبش خالص المواضيع دي انت لانيش. بيتوتي؟ اه. بتحب قعدة البيت؟ بحب اخرج يعني خروجات مم. مش واسعه، مش كبيره قوي، حتى مهم. لو في خروجات كتيره قوي مهم. لازم ابقى عارف ان الناس اللي انا رايح لهم دول شويه مم. اخلاقهم من اخلاقي شويه، مم. يعني حميد، مم. مصطفى. اه. يعني لما رحت لاكرم حسني البيت ولقيته عامل عيد ميلاده لذيذ ومش عارف ايه، وكانت مم. الدنيا لذيذه ومفيش قلق ومفيش مم. مفيش كده. مم. انت وانت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ يعني هشام البيتوتي اللي قاعد في البيت. بسمع مزيكا،
مهم. و بوضب اوضتي. برافو. مم. برافو، ده انت هتبقى الراجل الوحيد اللي بيوضب اوضته. انا بوضب اوضتي من وانا صغير، مم. محدش بيعمل لي حاجه. انا هدومي انا اللي كنت بغسلها وبكويها وبنضف الاوضه بتاعتي كل يوم جمعه، برافو. وماما كانت بتخليني اللي هو حاجتك انت اللي تعملها، ما اه، حدش. والاكل في التلاجة سخن، ما يعني شاء الله. ما فيش ما لا ده انت هايل. اه اه. يعني فالبيت بحب قعدة البيت جدا. مم. اتفرج على التلفزيون، اتفرج على الافلام، اسمع مزيكا، مم. اصلي، العب رياضة، اكلم صحابي، مم. انت اكلم في اكلم حد من صحابي يجي يقعد معايا، او انا اروح انزل اقعد مع صاحبي في بيته، كده يعني. انت في البيت راجل فرفوش يعني، ما جدا. مش بتاع مم. دراما واعملوا لي هاتوا لي لا حاجات لا لا ودوا لي لا لا حاجات. خالص خالص، لا فين بقوم اعمل حاجتي، كل فين حاجه لنفسي، شرابي، فين ونسكافيه وحاجتي وبتاعتي، وما فيش مشاكل يعني. اه. بتصحى بدري؟ بحب، امم. بس مش دايما دلوقتي، لما بيكون في حفلات بالليل ببقى بضطر انام. امم. بس احب جدا ان انا اصحى بدري وابتدي اليوم من اوله كده ويبقى لذيذ. هسألك، جيجي بتطبخ حلو؟ اكيد. مم. خدنا كورسات كتير قوي. فعلا ده خدنا حقيقي. كورسات يعني ايطاليان انت اللي دفعت. بغض النظر، بس الفكره ايه، ان احنا ان انا اتجرب فيا مم. كل الحاجات ايه اظرف الحلوه دي. اظرف تجربة اتجربت فيك؟ الهندي، اه. كان اسمها ايه النان، الاكلة؟ النان، نعم. والرز الرز الاخضر بالزبادي، اه. واللحمه اللي معموله هندي كده. لا لا، حلو قوي الهندي، والتاي، اه. والسوشي. امم. أنا عملت لنا سوشي برضو تحفه في هايل. البيت. هايل. حاجات، انت بتعرف تطبخ؟ بعرف اعمل بيض. الله الله. بعرف مثلا كل انواع البيض، يعني امم. يعني من المسلوق، عجة، شكشوكة، اي حاجة ايه فيها الفكرة؟ بيض. ايه الحب للبيض؟ ايه الفكرة؟ بحب البروتين وبحب البيض. اه. بحب البيض لاني بحب طعم البيض من وانا صغير. اها. بحبه جدا، يعني بالبلوبيف وبالبسطرمة وبالبطاطس كل حاجة. البيض يعني بالنسبة لي حاجة جامدة جدا. وممكن طبعا لو اتعلمت هعمل اي حاجة يعني. اه. بابا كان شاطر جدا في الطبيخ. مم. قولي، اتعرفت على جيجي مراتك ازاي؟ انت بتحبي تناديها ايه في الاول؟ نوني. نوني. مم. اتعرفت على نوني ازاي؟ انا ناديتها نوني لما لقيت ان اهلها كلهم بيندهوا لها نوني. لما رحت لها البيت عشان تتقدم لها. لا. لقيت كلهم بيقولوا لها نوني. اه. ف اشمعنى؟ فبتقول لها يا نوني. كالعاده يعني هقول لها اه نوني اه في البيت. اه. بس في ناس بتقول لها جيجي، وانا ده بس حقيقي. انا لو قلت لها جيجي دلوقتي هي اه. هتقول لك جرايه، في هو في ايه ليه بتناديني جيجي؟ جيجي؟ ايه جيجي ده؟ اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اتعرفنا على بعض، كانت بتعمل كلاسات ايروبكس وستابس وحاجات كده وبتاع. اوكي. و... وانا لناس في في الاوتيل مهم. كنت بغني فيه، وانا مهم. كنت نازل فيه. و... وكنت عايزة اخش، قالت لي لا ممنوع وكده، اه بنات بس وكده. اه. ف فعجبتك. اه اه. فسألت هي مين فاستنيت اه. وخارجة. مم. خدت درس خصوصي بقى بعد كده. بقيت لوحدي بعمل. ايه اللي حسيته فيها كست قلت انا الست دي هي الست اللي ينفع اكمل معاها بقية حياتي؟ She's active, مم. very active. مم. عندها نظرة ثاقبة في حاجات كتير قوي. مم. تفهم الناس، تعرف تسمع حاجات وتقرا حاجات وتعرف اصل الحاجات فين، وتعرف كل ف, ف انا عايز اغني اه. وعايز المزيكا مم. وكلام، وادور على الكلام وادور على حاجات. مم. هي تعرف الناس وتعرف الحاجات دي مم. وتمنع بقى حاجات وتخلي حاجات وتعمل حاجات، فاهم يعني. مم. ست شاطرة يعني. شاطرة. مم. بتعرف تشتري الحاجات اللذيذة والحاجات اه. المناسبة. ما هي الست الشاطرة عادة بتبقى شاطرة في كل حاجة. امم
والست الخيبانه بتبقى خيبانه في كل حاجه عاده يعني. طبعا في شواذ وقاعده، بس عاده يعني. اه قول لي ما شاء الله يعني، الله اكبر في عيني، انتوا اكتر من 25 سنه جواز. اه احنا 28 28 29. حلوين ما شاء الله. ما شاء ما الله. شاء الله. ايه السر بقى؟ بيشتري دماغنا. انت ولا هي؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين. اه في مشكله، لا اشتري كل واحد يروح حته لغايه ما الدنيا تتظبط، وبعدين نرجع اه تاني. يعني انتوا لطاف وانتوا بتتخانقوا؟ يعني خناقاتكم بتبقى، انا اتصور ان خناقاتكم بتبقى ما لطيفه. بتكملش. ما بتكملش. لا لا ما بتكملش الخناقه. الهزار بيدخل جوه الخناقات لا لا الخناقه لا لا بتقلب. لا 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 بسرعه نمشي بقى، يعني نخلع بسرعه علشان ما اه يحصلش ما تكملش الخناقه، وبعدين بعد كده كأن ما فيش حاجه. اه مم. فاكر اول اجر جالك من الغنى؟ ربع جنيه كان كام؟ كان كام؟ كده برضو. كان كام؟ ما بلاش. ده لا كان لا زمان. بلاش يا ده كان شيخة. زمان، كان زمان. ماشي 5 جنيه. 5 جنيه. امم كانت ايه، حفلة؟ فرح باين او حفلة كده، ماشي يعني حاجة كده يعني. وبعدين 5 بقوا 6، وبعدين بقوا 7 لا، عملت ايه بال5 جنيه الاولانيين دول؟ اول 5 جنيه تجيلك من الغنى، فاكر؟ مش فاكر، اعتقد ان انا رحت اشتريت حاجات، يعني رحت عملت شوبينج يعني. عملت شوبينج ب5 جنيه؟ يعني وقتها ال5 جنيه اشتريت بتهزري بيها ولا ايه؟ ايه؟ طبعا وقتها كانت رقم. ايوه امم بجنيه الخروجه كانت تبقى كاملة. اه طب ده ال5 جنيه ثروة. ايوه طبعا كانت اوكي. حاجة حلوة، يعني كانت عملت ايه؟ حاجة. عملت ايه ب5 جنيه؟ اكيد اعتقد ان انا رحت اشتريت بنطلون وقميص ورحت السينما مثلا، رحنا اكلنا، رحنا عملنا حاجات. اه فلوس بقى، معايا فلوس يعني اه كانت حاجة حلوة قوي، يعني كانت حاجة لذيذة يعني. وبعدين بدأ أجرك يعلى. طبعا امم يعني عادي، يعني اللي هو بقى 20 مم. جنيه 50 جنيه. دايما في مكان كده في القلب للناس اللي بيشجعونا وبيصدقونا وبيقفوا جنبنا. مين في رحلة هشام شجعه ووقف جنبه وصدقه؟ ماما مم. وخاله علاء مم. وتونة، خالتي تونة. هو عيلة ماما هي اللي فن. مم. بابا ما كانش مقتنع قوي بالفكرة، فكرة الغنى والحاجات دي، بس يعني هو ماشي. يعني لك حب الموضوع لكن طارق كاشف المنتج مم. بتاعي. اه أمريكانا. آه، آه، أصدقاء طبعا كتير كانوا مم. بيحبوني، كانوا بيحبوا يقعدوا يسمعوني، وكان عندي شلة كده، شلة في مصر مم. الجديدة لذيذة. عادل دري ومحمد مجدي ومنشاوي ودخخني ومصطفى ناجي مم. وولاد عمي. طبعا حلو من حلو. وانا صغير ولاد عمي كانوا مم. بيقعدوا وانا اقعد اغني انا نفسي اعمل حاجة. ايه؟ نفسي اطلع في اي حتة مهم. اقول لكل اللي انا غنيت لهم في فرحهم مم. يبعتوا لي صورهم، صوري معاهم. بجد؟ ايوه انا غنيت افراح كتير طب ما الحمد احنا لله لا، ما شاء احنا الله. ممكن نعمل لك هاشتاج هنجيب لك كل صور الافراح اللي غنيت فيها. واعمل لهم حفلة بقى كبيرة في الاستاد. اه اعمل لهم حفلة كبيرة في الاستاد بقى. بتحب تغني في الافراح؟ قوي اه قوي مم. قوي، مم. اكتر حاجة بحبها. مم. انت من المؤمنين بفكرة الجواز ده؟ مش بس فكرة الجواز، انك مم. اسعاد الناس، السعادة. ان تشوف الناس مبسوطة قدام عينك. مم. اهو ناو مم. مم. الايفكت موجود حالا مم. دلوقتي. مم. بتبقى في الافراح انه انت بتعمل حاجة حلوة، انت بتسعد ناس هتتجوز، طبعا ما وبتبقى هيبدأوا ليلة مش حياة. بتتنسي، وبتبقى مم. فانا ببقى مم. طاير. دلوقتي لما بتشوف شريط كاسيت، انت عندك شريط كاسيت في البيت؟ عندي ليك ولا ليك ولزمايلك؟ ليا ولكل الناس.
يعني ايش مين لسه امبارح كنت بسمع محمد فؤاد في كاسيت في العربيه. يعني انا عندي، انت انا في عندك عربيه اه سايبها موجوده فيها كاسيت وسي دي يعني، وحطيت لها كمان جهاز بلوتوث صغنن علشان يبقى فيها كل حاجه ولسه في عربيتك شرايط موجوده الكاسيت بره. وبتسمع اه شرايط الكاسيت بسمع شرايط وفي الكاسيت. بيتك وفي بيتي عندي كاسيت صغنن. اه ما بتسمعش على التليفون بتجيب. بسمع على كل حاجه، امم بس الكاسيت ليه برضو طبعا يعني ليه رونقه، والسي دي ليه برضو طبعا رونقه يعني. طبعا طبعا. انت بتسمع لمين لو قاعد في البيت؟ ممكن تسمع لمين؟ كل الناس امم يعني. وانا جاي سمعت محمد فوزي، امم آه يا عيني على قلبي، يا عيني على قلبي، مال قلبك ماله مال. طلعتها على اليوتيوب وسمعتها. حورية حسن سمعت أغنية كل يوم أكتب كلام. اه بسمع حاجات مختلفة تماما. ممكن أسمع أدال بعديهم، ممكن أسمع اه آم، بحب أسمع كل المزيكا، بحب أسمع حاجات كتير أوي يعني. وبحب امم أسمع حماقي، شيرين، امم عمرو، امم فؤاد، حتى. وفي شباب، رامي صبري ورامي جمال. بحب أسمع تامر. تسمع مهرجانات؟ بسمع يعني مهرجان بنرقص عليها، بنهيص عليها، بتشوف انها امتداد بنعيش بنعيش لحظات الجنان. يعني بتشوف ان هي حالة اكتر منها مزيكا يعني؟ اه امم ما ينفعش نعتبرها يعني. انا مش شايف ان انا ما اقدرش يعني، ما اقدرش، مش حاسس ان انا مزيكا كمزيكا يعني هتثريني مثلا، او امم هتخليني مثلا فيها في سولو جيتار هنا حلو، في امم عربة هنا آلها حلوة مثلا. مفيش. قلما امم قليل قوي، مش كده. انت بتعرف تستوعب الكلام اللي بيتقال جوه اغاني المهرجانات ساعات بفهم وساعات مش بفهم، اه بس عادي. بس بص، في الاول كنت بتضايق، امم بس دلوقتي خلاص الموضوع الناس بتحبها، فانا امم ابتديت اسمعها وابتديت اتعايش مع مع المبدأ وكل حاجة، امم والموضوع يعني معدي. اتعرض عليك دور احمد السقا في صعيدي في الجامعه الامريكيه. اه ندمت انك ما عملتوش؟ لا ما ندمتش. امم هو سقا عمله حلو قوي، لذيذ جدا اه وكل طبعا طبعا حاجة، طبعا. وكانت فرصة وكده. امم بس انا مش عمري ما يعني، او انا مش من شخصيتي مش هتخليني اعمل حاجة في السينما امم ضد شخصيتي، او حاجة ضد امم اخلاقي او ضد مبادئي او امم ضد يعني، فاهم. امم بس انت وقتها خفت تعمل الدور؟ مش ما خفتش يعني، خفت ان انا اطلع في كباريه اه اه واغني بقى اي كلام ومش عارف ايه، امم واحده بترقص جنبي ولا بتغني يعني امم بتتمايص امم مش انا ده، مش جوي ده خالص. اه اه اللوك ده الشنب والده، انت بتغير اللوك بتاعك كل شويه؟ خالص. ده يعني من انت في فتره من ده الفترات من كنت ده من ايام ناري نارين اه سنه 2000. امم بس كان خفيف قوي، بس مع السن ابتدت شعري يتقل، وابتدى يعني الموضوع فبقى شكله كده. امم بس انا بحب الشكل ده، مش عارف ليه. كل ما اشيل اروح اها مربي تاني. لا في البيت بيقولك شكلك كده احلى، الفانز ممكن يكونوا بيقولوا لك كده. يعني ما مين اللي بحبش، بيشجعك؟ عندي مين اللي المسافة بيقولك؟ دي طويلة قوي، اه فلما بشيل شنبي بتبقى الحتة دي طويلة قوي، اه فبتبان ان انا مناخيري فوق وبقي تحت ايه، اه لا شكلي مش حلو. انت فتره من الفترات كان الشنب ده ترند وقتها. ايوه يعني في زمان. فتره في فتره من زمان اول الفترات ما طلعت حلال عليك وكده، كان في كان راجل علامه كلها بشنب طبعا وروشت بشنب، وكان في اه ناس كتيره قوي بشنبات يعني. وبعدين الدنيا اتغيرت فكل الناس انا شلته بعد كده. متهيألي كل الجيل عمل كده. اه انت هم. دلوقتي عندك ولد وبنوتين، ايوه ايه الفرق في تربية الصبيان عن البنات؟ يعني مش هفضل ابص على علي لابس ايه وهو اه نازل. اه يعني طبعا البنات لبسهم مزعج جدا امم جدا، امم وطريقة يعني كلامهم في الموضوع ده يعني
يعني بس انا وبناتي الحمد لله يعني محترمين الحمد لله، يعني في الحاجات دي بيفهموا انه مش قصدي والله انا اضايقهم ولا اي حاجه، انا قصدي مم. انه مم. مفيش يعني البريفليج بتاع شكلهم وحتت من جسمهم، مش طبعا. مش لازم كل الناس، مش لازم حد ما يستاهلش ان هو يشوف الحاجات دي، طبعا. يعني خساره. طبعا. طبعا بس بيستوعبوا ده. بيعرفوه بعد شويه يعني، اه. لما مم. يعني مم. ما هي تربية البنات مسؤولية اكتر، اه مرهقة اكتر. بس علي برضو طبعا، مم. علي طبعا يعني وقفته جنب اصحابه مم. وان هو يبقى دايما يعني ليدر شويه، ان مم. هو يعني بتعلموا الرجولة يعني اه اه عملت له اغنيه ايه؟ اول ما اتولد، عملت له علي فندي، ما اعرفوش، عملت له اهو جه اغنية؟ على فندي استنيت بجد؟ وشرف عندي. اه كل ولادي عملت لهم اغاني اول ما ظهروا، اول ما كل واحد اتولدوا. فيهم اغنية باسمه؟ علي اغنيه باسمه، علي افندي وياسمينة هانم. اها. ياسمينة هانم الاول، اه. وبعدين علي افندي، وبعدين تمارا هشام عباس. اه. جت يا ناس. عملت كل حد فيهم اغنية. ايوه طبعا. لا بس ده حلو قوي. اه قولي علاقتك بعلي عاملة ازاي؟ شبه علاقتك بباباك؟ لا خالص، ايه الفرق؟ احنا اصحاب. مم. يعني ممكن يجي يحكي لك حاجة خاصة عن مدرسته وصحابه، اه ممكن ياخد رأيك في حاجة وانا احكي له. وانت ممكن تحكي امم له رغم سنه الأصغر، امم بتحس انه بيستوعبك امم بالذات لما كبر بقيت احكي له كل حاجه، مم. بتحس ان هو بقى وهو بادي بيحكي يعني. لي، وهو بيحكي لي وانا اقول له كاني ما سمعتش. مم. مم. قوي. ممتعة فكرة ان الولاد يكبروا اه ف... ففجأة من انه كان ابنك لانه يبقى صاحبك، لانه يبقى اه صاحبك المقرب. هو ساعات احنا يعني واصلين لدرجه ان انا في كلام مش هقوله غير لعلي، لانه علي كاني بكلم نفسي بصوت عالي، بحكي له المشكله اه. بصوت اه. عالي، اه. لانه مفيش حد احكي له، مم. فبحكي مم. له هو. مم. هو برضو زي كده، مم. لا يعني. فما بتبقاش في حل مم. للموضوع ده، مم. او كده اللي احنا بنتكلم وخلاص، يعني لمجرد الكلام. مم. لا، من تجربة من أحلى التجارب في الحياة إن ولادك يكبروا ويبقوا صحاب. اه الحمد لله. يعني حاجة الحمد لله يعني بجد، ممتعة. الحمد لله. بتخليك ترضى، بتخليك اه ترضى عن العمر اللي راح، ترضى عن التجربة، اه بتخليك تحس إنك عملت حاجة حلوة في الحياة. جدا. يعني الولاد استثمار كبير وممتع اه في الحقيقة يعني. اه ربنا يخليهم لك يا رب. طيب قول لي بقى، هشام عباس، بعيدا عن كونك هشام عباس السوبر ستار المغني والأب، إيه انت مين؟ يعني انت بتشوف نفسك مين انت كهشام؟ انا عبد من عباد الله. بحاول ان انا اكون انسان سوي، مهم. بحاول ان انا اعمل خير في الدنيا، مهم. وبحاول ان انا ما انشرش فساد، بحاول ان انا اكون على قد على قدر من الاخلاق الكويسه وان انا ابقى ماشي صح في الدنيا. بحب الاكل جدا جدا عشان جدا كده جيجي خدت جدا كورسات صح؟ جدا 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 to the power of 100. كل الاكل؟ كل الاكل، انت من مدرسة الاكل بالليل؟ اي وقت. اه. اه. شكلك اي ادي. وقت، يعني مش قادر اقول لك يعني. اه. طب جيجي عملت الصح. ايه؟ جيجي عملت ما هي الصح. جيجي لما لقيتني بروح اه. لماما عشان اكل، امم. قالت ايه ده ايه ده ايه ده، انا عايز علي لما يكبر يقول عايز ارجع اروح لماما عشان ياكل، طبعا. يجيب مراته كده ويجي عشان ياكلوا. طبعا. فهو انا مم. هعمل كده، مم. فراحت فتعلمت اتعلمت. الطبخ عشان خاطر علي. ماما بتعمل مم. اكل اصلها كمان جميله قوي ما شاء الله يعني، مم. الله يرحمها. مم. فبس بحب قولي. الاكل جدا، مم. وبحب الفن، بحب المزيكا جدا مم. جدا، وبحب الناس قوي قوي، بكل الاشكال وكل الطبقات وكل حاجه، مم. وبحاول ان انا دايما اكون
يعني مساعد. مم. حلو قوي. قولي ايه القرارات اللي خدتها في حياتك، آه، حاسس انه لو رجع بيك الزمن يمكن ما كنتش اخدتها؟ مش عارف، عمري ما فكرت في السؤال ده. مم. يعني لو عندك فرصة انك ترجع بالزمن. مش عارف. كل الاغاني اللي انا عملتها حلوه لذيذه، انا بحبها. مم. كل الاعمال كان نفسي ان انا ابتدي مسرح مثلا، ابتدي اعمل مسرحيات، ما عملتش ولا مسرحيه. مهم. كان نفسي اعمل فيلم حلو وعملت افكار كتير افلام ما عملتهاش وبعدين سكيت على الموضوع ده ويئست. مم. قلت انه ربنا خلاص مش رايد لي ان انا امثل، مم. فلازم اتقبل الموضوع ده وكده. مم. بس كان نفسك تعمل فيلم غنى، فيلم استعراضي. كان نفسي اعمل فيلم مم. استعراضي جامد، زي الافلام اللي كانوا بيعملوها زمان، محمد فوزي اه الله. وفريد مم. الأطرش وبس بشكل بشكل مودرن. المودرن. مم. و مفيش ما مم. مكلفة، بيقولوا مكلفة. مكلفة في الحقيقة، الاستعراضات مكلفة، مم. ويمكن كمان لأنه الذوق اتغير. اه وكل ما بيعدي الوقت عارفة خلاص. مم. مم. ياسمين اتجوزت قصدي، وهتخلف، مم. هتجيب عيال بقى. اه هتبقى جد. جده طلع بيرقص اه اه فبرضه لذيذ ان جده يرقص دي. آه. لا يعني فيس تانية في الحياة. اه انت عشت تجربة الفقد مع والدتك الله يرحمها، اه وبعدها بوقت قليل باباك الله يرحمه. آم، يعني قولي التجربة دي، موت حد عزيز علينا بيعمل فينا ايه؟ لا، هو موت حد عزيز علينا حاجة، وموت الأب والأم حاجة تاني. طبعا طبعا. لما ماما ماتت حسيت إن أنا كبرت 10 سنين، مم. أو كبرت خلاص. أنت بقيت محدش هيقول لك تعالى واقعد مم. وتقعد تلعب ومعايا على، وتقعد تعمل لي كده على وشي وشعري وحاجات طبعا كده. ومهما كبرت كنت طبعا. بروح وتقعد تاخد اي حاجة مم. وترضى بيها وخلاص، وما بتقوليش اي حاجة. مهما زعلتها مم. تكلمني في التليفون وتقول لي، تغني لي. الله يرحمه. ف وبابا لما اتوفى انا حسيت ان انا شخت. مم. مم. وهم الله يرحمهم متوفوا قريب من بعض يعني. فهو يعني كبرت أوي. مم. انما الغاليين اللي هم الاصدقاء او لما بتفقديهم دي بتبقى خضة مم. جامدة أوي أوي أوي. مم. وبتبقى وعظة كمان كبيرة انه دي الحقيقة الوحيدة اللي في الدنيا. تفتكر لو كانت السوشيال ميديا موجودة لما انت بدأت غنى، او لما جيلك بدأ غنى، تفتكر كان هتغير ايه؟ يعني تخيل كده لا لما لا انت لا لا بدأت لا لا، تغني. كان زماننا مجانين. لا، كان زمان الدنيا دي خلصت من زمان. اكيد طبعا. يعني لو اه. كنا وقت ما انا كنت ابتديت اغني ولسه بغني مم. هندي وعربي ومش عارف ايه، وطلعت وعمل لي وتيك توك بقى، وكان زماني ملك التيك توك. كان زماني مقطع الانستجرام ده والحاجات دي اه. كلها طبعا. وانا صغير يا نهار ابيض. مم. لا لا لا، الحمد لله الموضوع كان حبة حبة، وهم قناتين بس اللي اه. بيجوا في التلفزيون. هو مم. مسلسل واحد في رمضان اه. وفي فوازير ويلا ننام. اه. يا نهار ابيض. ده دلوقتي الدنيا كبيرة قوي. انت عارفة ان ساعات الواحد ممكن يقعد على الواتساب 3 ساعات من غير ما يحس؟ اه ده حقيقي. مم. بجد. او تيك توك او اي حاجة من الحاجات اللي هي اللي بنتفرج عليها دي. او انستجرام او اي حاجة مم. ولسه يلاقي فيه برضه لسه رسائل كتير جدا يعني ما فتحهاش بس. مم. اتش بتخاف من ايه؟ يعني ايه اكتر حاجة بتخوفك؟ انا بخاف من ربنا
مم. وبخاف على اولادي، مهم. بترعب. ربنا يحفظهم يا رب. ربنا يحفظهم يا رب ان شاء الله يا رب. والله بدعي لهم كتير قوي يعني. آه كنت زمان بخاف اكتر، دلوقتي ما بقيتش اخاف قوي زي ما كنت بخاف زمان، لانه دلوقتي انا بقيت يمكن شوية متدين اكتر، مهم. فعارف انه فبرمي بقى حمولي على ربنا. بتكلم ربنا؟ اه، بتكلمه ازاي؟ بعمل قيام بالليل ساعات. مم. وبتقعد تكلمه وتدعي له؟ اه، عندك فورمة كده بتكلم بيها ربنا ولا كده؟ عندي يعني بشوف كل الفورمات اللي مم. بيحصل، كل اي حاجه بتحصل بقعد اجرب كده، كل مم. الحاجات اللي بشوفها مم. بس في فورمه معينه كانت في الشيخ بتاع الجامع اللي انا كنت ببدن فيه زمان. مم. هي دي اللي باقيه معايا لغايه دلوقتي. الطريقة اللي كان هو بيدعي بيها. اه، الطريقه اللي هو بيبدا بيها بعد الصلاه، ختام الصلاه يعني مم. بعد. لسه بيجي لك دلوقتي الإحساس بتاع إنك عايز تطلع تأذن؟ بتوحشك القصة دي؟ اه طبعا. مم. عملت اسماء الله الحسنى. لما عملت اه اسماء الله طبعا. الحسنى كانت طبعا. طبعا. كانت احكي لي فكرة كواليسها، فكرة يعني الفكرة جت ازاي؟ الفكرة جت إن إحنا كنا بنغنيها في الكورال بتاع الجامعة، مم. وكانت متقسمة، بنخش على بعض على طول، مفيش نفس. مم. يعني الأغنية بتبتدي الأسماء بتبتدي، مفيش أي حتة واقفة خالص، بتفضل كمل 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 كل. ف وحفظناها وغنيناها في مسابقة الجامعات، مم. وخدنا بيها جايزة وكان كله تمام وكده. وبعد كده قعدت مع نفسي وقلت طب انا لو عايز اغنيها لوحدي، مم. لو عايز اقولها لوحدي اقولها ازاي؟ فقعدت احفظها واعملها كده، واقف اخد نفس في حتت معينة زي ما. ومع الوقت ابتدت يعني تنضج في مم. دماغي. وبعدين كان في واحد صاحبي اسمه خالد حجاب، مم. اللي هو عمه يبقى سيد حجاب. هو خالد حجاب كان معايا في الجامعة و... وكان في الكورال كمان. مم. فهو كان صوته من تحت كده قرار اه. يعني، وانا كان صوتي في الجواب. مم. فقلت له ما تيجي نعملها ونحفظها بالشكل ده، وقعدنا نتمرن عليها ودخلنا غنيناها، خدنا بيها جايزة. حلو قوي. بس فمن دي كانت البداية. ان مم. انا ما كنت معزوم بعد كده في فرح صاحبي، فمامته كانت موجودة في الحفلة، مم. فقالت لي انت غنيت الاسماء في الحفلة، ممكن تغنيها لوليد بقى في في الفرح بقى، اه. تغنيها للناس وتبارك لها مم. ومش عارف. مم. حاضر يا طنط، غنيتها لها. وبقى في الفرح ده بعد كده لما ما كنتش لسه اشتهرت ولا اي حاجة، كنت بشتغل في شركة عادي. مم. ف افراح بعد كده لما ابتديت اغني مم. كهشام، مم. في ناس بقى اصحابي اسم الله الحسنى، اسم الله اه. الحسنى، اسم الله الحسنى. اه. ابتدت بقى لغايه مفيش فرح دلوقتي بيبدأ غير بأسماء الله الحسنى. والله يعني الحمد دخول لله، العروسة ده كرم والعريس كبير لازم جدا عند ربنا. الناس في ناس مم. كتير حفظتها، مع ان هو مم. اللحن ده لحن يعني لحن سيد مكاوي، وده لحن اه. اه. قديم مم. وبيغنوه الشيوخ المكرمين كلهم اللي في مم. قناة القرآن الكريم بيغنوها هاي. وكده يعني. مم. قول لي يعني ايه التعليقات اللي جات لك على الاغنيه دي؟ يعني الطف حاجه حد قالها لك على اسماء الله احسن حاجة الحسنى؟ عملتها في حياتك. اه، اه. ناس كتير كده. اه. هي صدقه جاريه. اه، ومنقذة. اه. هي منقذة كمان. ده حقيقي. قول لي ايه الفرق بين هشام في العشرينات وهشام في الثلاثينات وهشام في الاربعينات؟ في العشرينات شقاوة بقى ومزيكا طبعا كنت شقي جدا انا. اه والله كنت شقي مم. جدا ومجازف مم. ونسافر ونروح ونيجي الحاجات دي راحت معاك للثلاثينات؟ اه
مم. بس ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير انه الاعتماد على النفس مهم. اصبح فيه تحكمات، واصبح فيه لازم تعمل كنترول على صرفك بقى، طبعا. ولازم تشتغل، طبعا. ولازم تقعد في الاستوديو ساعات طويلة، ولازم تروح الشغل الصبح وتروح الاستوديو بالليل وتروح. مم. يعني الموضوع بقى فيه حاجات كتير قوي. وبعدين لما ابتديت اغني بقيت ان انا يعني بقى عندي مثلا اغاني مشهورة، فابتديت اعمل فرقة واغني. الموضوع بقى ابتدى فيه مسؤولية، مم. كنترول. لازم مم. تعمل كنترول على حياتك وعلى طريقة مم. ما ينفعش تبقى مجنون وتعمل حركات، ولا تقول ولا تتكلم كلام ملوش معنى قدام ناس ما مم. تعرفكش. مم. قيد. بس في نفس الوقت انا كنت جاهز له، لان انا اساسا ما كنتش بحب حاجات معينة يعني مم. ما مش بتاع خروج اه وتيت اه وبتاع. اه طب الاربعينات كانت عامله ازاي؟ الاربعينات بقى بربي العيال. يعني عادة بيقولوا ان الاربعينات ده سن الحكمة، وانك بتبتدي امم تتدارك الامور، اه تغير جزء من سلوكياتك ايوه. الاربعينات كان يعني بالنسبه لي انا كنت العيال بتكبر قدامي، مم. وانا بقى يعني سعيد، ويعني عايز ابقى صاحبهم، وعايز ابقى اعمل لهم كل حاجه، وفي نفس الوقت عايز اشتغل وعايز اعمل اغاني حلوه. نفسي يجيلي مسرحيه، نفسي يجيلي حاجه. مم. ايه اللي اتغير فيك بعد الاربعين؟ ولا حاجه. ولا حاجة، والله العظيم برافو عليك. ولا حاجه. برافو يعني عايز عليك. اقول لك ان انا يعني مم. بحب اعمل كل حاجه زي ما كنت بعملها زمان. انت برج العذراء. يس. هو البرج ده بيكي فعلا؟ بايه؟ بيكي فعلا. بيكي اه. منظم. منظم. امم مم. بحب صح. مستر بحب بيرفكشن. تعمل كل صح. حاجة صح يعني. اه. هتنضف نضف كويس، يعني هتظبط ظبط اه. كويس، مم. هتعمل حاجة تعملها مظبوط. مم. هتهبل كويس اه. برضو يعني. هبل على الآخر اه. يعني. بتدي كل حاجة حقها. اه. اه ايه احلى صفات في برج العذراء؟ انه حالم، امم. وفي نفس الوقت براكتيكال، يعني عملي. الميكس ده هاي. فما يزعلش لو امم. الحلم ما حصلش، هيحصل امم. حاجة تاني امم. يعني. حلو، حلو ده. كنت عايز اسالك، مين صحابك من دلوقتي من الفنانين اللي ممكن تقعدوا مع بعض تتكلموا ممكن نتكلم انا ويسرا، ممكن نتكلم. مم. ممكن نتكلم انا وشريف منير. ممكن نتكلم طبعا انا وحميد ومصطفى مم. قمر. يعني لو حاجة شغلاك في دماغك وعايز توصل فيها القرار، ممكن تكلم ممكن مين؟ اكلم مصطفى وحميد. ممكن مم. اكلم يسرا ساعات. ممكن اكلم ايهاب توفيق. ممكن اكلم ايهاب توفيق. ممكن اكلم. ليه يسرى؟ معرفش. مم. لما قابلتها زمان واتكلمنا وبقينا اصحاب وبقينا لزاز، وبقيت ابعت لها الاغاني بتاعتي وبقت هي هي أم طول هي الوقت فريندلي جدا اه. جدا. ده حقيقي. جد صدوقة بجد يعني مم. مم. ولسانها حلو وجميلة ولذيذة يعني مم. آه علي الحجار. طبعا. طبعا. علي الحجار بجد يعني حاجة جميلة جميلة بجد. طبعا. آم، في موزعين مثلا زي طارق مدكور، زي حميد طبعا. حميد طبعا. صاحبي يعني. حميد احنا مم. اصحابه. عشرة عمر. يعني الصداقة مهمة. الصداقة. مم. الصداقة دي أهم حاجة في الحياة. ده حقيقي. أهم حاجة في الحياة. مم. بس الصداقة بتحتاج دي هي اللي مجهود بتخليكي يعني. تقدر تكملي تعيشي تاني صح. يعني. صح. لو حصل حاجة في البيت هتروحي فين؟ ما انت مم. هتروحي تقعد بس مع انتوا جيل صاحبك. عرف يعمل صداقة، يعني انتوا ستيل لغاية دلوقتي كجيل، مع انكم كنتوا بتنافسوا بعض صحاب. اه اه ما ده مش حاصل دلوقتي.
هقول لك حاجه، مم. في ناس مم. بتعرف تحافظ على الصداقه، مم. وفي ناس بتبقى انانيه، فما ما بيفرقش معاها فبتنتهي وحيده، مم. ودول بيبقوا غلابه جدا حقيقي. جدا بجد، يعني بيبقوا فعلا غلابه. في بيبقوا بقى عايزين ناس ياخدوا كل زي حاجة. بقى مم. اللي هو انا ما تقلقش هبقى صاحبك، يعني حتى لو شفتك انت في يوم من الايام انت لوحدك كده برضو هكلمك يعني مم. واظبطك، يعني ما تقلقش. هشام، ايه اللي بيحسسك بالامان؟ اللي بيحسسني بالامان مم. ان التلاجة يكون فيها اكل. ايه الاجابه دي؟ الله ايه الاجابه دي؟ الله، ايوه. انت بتهزري ولا ايه؟ ايوه، ان الليل لسه يكون ما خلصش عشان اقدر اطلب اكل. يعني يابا انه الاكل. طيب احنا خلصنا. قشطه. انا سعيده جدا 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 بيك، ثانك واستمتعت يو حبيبتي، حقيقي ربنا يخليكي والله، انا كمان جدا بالدردشه جدا. معاك. انا بقالي كتير ما اتكلمتش كده يعني. بس دردشه لذيذه قوي قوي. غني لي اي اغنيه. انا في اغني اتنين لك بحبهم جدا، ايه هما؟ اللي انا قلتها لك زمان وانا صغير. زمان، بحبها جدا امم يعني. ايوه. اغنيتي المفضله يعني بحبها جدا. دي اغنيه الفورتي اصلا، ده كل الفورتي بيغني زمان وانا صغير. لا والله دي الاغنيه المفضله للفورتي فعلا. طبعا. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، ابقى كبير، تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير، والحلم كان بريء مفروش بالورود، والقلب كان جريء مليان بالوعود. ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت حلمت ولا تمنيت، لما كبرت قلت يا ريت ما كنت حلمت ولا تمنيت، وقلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. زمان. الله. الله. والله ميرسي جدا يا هشام، نورتنا، نورت فورتي ثانك يا فيروز ميرسي والله، وانا جداً. انبسطت جدا شويه دول.